الحسن الثاني سلطان برتبة عميل في الموساد. بدأ وظيفته عام 1961 مع الكيان الصهيوني عندما شعر بالخوف على مملكته بعد استقلال موهوب من فرنسا للمغرب سنة 1956 بغية التفرغ للجزائر التي عرفت اندلاع حرب التحرير الكبرى التي قادها الرجال. تجول الحسن اثنان في أوروبا عله يجد حليفا يكون له عونا وأمنا في استقرار ملكه، فالتقى كفنه الذي اعتقد أنه مخلصه، الكيان الصهيوني الذي يصفق له المخزن اليوم ويريده مراقبا في الاتحاد الافريقي. كيف جرت اتفاقية الحسن الثاني والكيان؟ كان الإغراء الصهيوني كبيرا لملك شاب أطماعه أكبر من عيش كريم لشعبه تسوده الكرامة. باع الحسن المغرب لأبناء شارون مقابل تيسير الأمور وفتح الأبواب المغلقة أمامه للوصول إلى مراكز صنع القرار في باريس ولندن وواشنطن، التي اعتقد خلالها الملك البائس أنها أقوى وأفضل ضمان لحكمه وعرشه. سارت الأمور في عجالة، فثلاث سنوات بعد عام 1961 كانت كافية لبدء تطبيع سري وزواج بالعرف بين الكيان والمخزن. تهجير ونقل أكثر من 100,000 يهودي مغاربي عبر أوروبا كانت الوظيفة الحقيقية للحسن الثاني بعدما وضع يده مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل 50 إلى 100 دولار أمريكي نظير كل يهودي مهاجر. لكن ماذا سيجني المغرب حينها؟ خدمات استخباراتية وأمنية مهمة ضد الأمة الإسلامية، أم شعب مستضعف مغلوب على أمره، أم ذباب أسواق أمثال حمالة الحطب؟